السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في البودكاست الخاص بكتاب 11 خلاصة للأم المحتاسة. معانا أستاذة مروة بكر، كاتبة الفصل السادس، المذاكرة وسنينها. أهلا وسهلا بك يا مروة. أهلا يا مروة. الجمهورك عايز يعرف مين مروة بكر؟ أنا اسمي مروة بكر، خريجة جامعة الأزهر 2005 كلية دراسات إنسانية، خريجة جامعة السادات كلية تربية، ومعايا كمان تمهيدي ماجستير قسم صحة الطفل النفسية جامعة الدول العربية. لما اتجوزت وخلفت ابتديت أفكر في الطفل اللي معايا ده كتالوجه مختلف مش فاهماه، فابتديت ادرس تربيه واقرا في كل الكتب اللي تخص التربيه، اسمع كل الفيديوهات واشوف كل الترينرز او المدربات على الانترنت. ابتديت ادرس مونتسوري، وبعد كده ابتديت ادرس تربيه ايجابيه، والحمد لله انا معتمده في المونتسوري من 0 ل 3 ومن 3 ل 6، من 6 ل 9، وكمان معتمده تربيه ايجابيه للمعلمين في الفصل. فعشان كده تلاقيني بقى في مجال التعليم، بحب قوي الشغل الخاص بالعمليه التعليميه. اللهم بارك يا مروة، ما شاء الله، يعني متخصصة في التربية وفي كذا حتة، يعني مونتسوري وتربية إيجابية. وعايزين نسألك بقى عن الفصل بتاعك. الفصل بتاعك اسمه المذاكرة وسنينها. هي فعلا مذاكرة وسنينها. المذاكرة بالنسبة للأم بعبع كبير، ضغط كبير. أول ما العام الدراسي بيبتدي بتحس كده ان نفسها هيتاخد داخله على حرب. انها داخله على حرب. معاها طفل كبير، طفل صغير، طفل في النص، فمش مش عارفه ترتب ايه حياتها ازاي، وانها داخله وعايزه تخلص السنه دي وخلاص، اداء واجب. ايوه بالظبط. عمر ما سمعت عن ام انها بتستمتع بولادها، بتستمتع بالمذاكره. عايزين نسالك يا مروه، ليه اخترتي تكتبي الفصل ده؟ بصي يا مروه، من وانا صغيره وانا بحب اني اقوم بدور المعلمه، يعني حاجه كده من عند ربنا. كل ما اجي العب مع اصحابي، يلا انا هلعب انا المدرسه وانتوا الطلاب. فحتى بابا الله يرحمه كان جايب لي سبوره وطباشير عشان العب بيهم اللعبه بشكل ممتع. لما كبرت واتخرجت حبيت اشتغل في مجال، انت بتختاري المجال اللي هتشتغلي فيه بقى. رحت انا بص على طول عايزه اشتغل في مجال التعليم، عايزه اشتغل مدرسه. ماما قالت لي الموضوع ده ما لقيتيش الا المهنه دي، انت يا بنتي غاويه وجع قلب. ايوه، لا انا بحب فعلا اني اقوم بدور المدرسه. حاسه ان انا ربنا اكرمني بموهبه التوصيل المعلومه، اقدر اوصل المعلومه للطفل بالطريقه اللي تناسبه هو، اشرحها بالطريقه دي، اشرحها بالطريقه دي، اشرحها بالطريقه دي، الى ان درست بقى مهارات التدريس. ابتديت ادرس انماط التعلم، وفهمت ان الاطفال عندهم انماط مختلفه للتعلم. فانا بقى يا مروه كتبت في الفصل ده بالذات، لان يا مروه نفسي كل الامهات تبقى عارفه المعلومات اللي انا لما عرفتها سهلت عليا التعامل مع الاطفال. جدا من الامهات يا مروه بيبقوا قاعدين وبيبذلوا مجهود جبار مع اولادهم، وفي الاخر هي المشكله مش في الطفل اللي مش عارف يحفظ اللي انت قلتيه، او مش قادر يستعيد ويركز في المعلومات اللي بتتقال جوه الوقت المذاكره، لان الام استخدمت طريقه غلط. ممكن يكون الطفل سمعي وهي بتستخدم طرق بصريه، او في الغالب زي ما بنشوف دلوقتي الطفل حركي والام اقعد بقى وذاكر واكتب قدامي، وهو حركي مش هيعرف يذاكر كده. فعشان كده كنت حابه ان الامهات تعرف كتالوج الطفل اللي معاها ده، علشان لا انت تبذلي مجهود كبير والمجهود يترمي في الارض، وفي نفس الوقت تدي الطفل الطريقه اللي تناسبه هو. تمام يا مروه، انا فهمت من كلامك يا مروه ان الام تقدر انها تستمتع بالدراسه وبالمذاكره مع ابنها. ايه ازاي، او ايه الطرق او الادوات اللي ممكن الام تعمل بيها كده؟ زي ما انت قلتي ان ممكن المذاكره يبقى وقت خاص ما بين الام والطفل، وهم قاعدين بيذاكروا مع بعض، يبقى ده وقت خاص ما بينهم بقى، بيهزروا وبيضحكوا. ممكن نستخدم تولز كتيره قوي علشان الوقت ده نحوله من وقت ضغط لوقت ممتع ومفيد. من خلال بقى تولز كتيره قوي او ادوات كتيره قوي. هي اولها انك تكوني فاهمه كتالوج الطفل اللي قدامك، نمطه التعلمي، تبقي فاهمه نوع الذكاء بتاعه، اكتر ماده بيحبها، تكوني فاهمه الطريقه المثلى لمذاكرته. لان في طفل ممكن يذاكر لوحده،
ولو وديتيه ياخد درس مش هيبقى فاهم في وسط المجموعة دي، على عكس طفل تاني هو بيحب اكتر انه يكون في وسط مجموعة علشان روح التعاون روح التنافس، فبالتالي الطفل هيستفيد اكتر في وسط مجموعة. فالام هتعرف الحاجات دي كلها منين يا مروة؟ لما تقرا بقى الفصل السادس بتاع 11 خلاصة للام المحتاسة، هتلاقيني كاتبه لها بقى كتالوج المذاكرة ده، تخليها تعرف الطفل اللي قدامها دوت بيحب يذاكر ازاي، او هي الطريقه المثلى اللي هتخلي وقت المذاكره بتاعه ممتع لانك خلاص فهمتيه. تمام حلو جدا يا مروه. معنى كده ان الفصل بتاعك موضح عوامل وادوات للام انها تستمتع بمذاكره ولادها، انه مش عبء عليها، مش ضغط، مش وقت اول ما تبتدي الدراسه خلاص كأن في جبل اتحط عليها. حلو انت قلتي الام بتبقى تحت ضغط. هو الضغط بيجي منين يا مروه؟ الضغط بيجي من ان الام عندها توقع عالي قوي، كانك ماسكه استك كده، فبترفعي الاستك لفوق لان توقعك عالي قوي في المذاكره، ولما تيجي تصطدمي بابنك بتسيبي الاستك. ايه اللي بيحصل؟ بتاخدي بقى لسعه جامده. هو ده الضغط اللي بيحصل مع الام. ليه؟ لان انت اولا رافعه سقف توقعاتك مع امكانيات مش مظبوطه، انت مش فاهمه ابنك ده بيذاكر ازاي، او هي الطريقه اللي هتفيده. زي ما قلت لك من شويه ممكن يكون بصري وانت عماله تعيدي وتزيدي في الكلام، مش هي دي الطريقه اللي هيخزن بيها المعلومات اللي انت بتقوليها. فالضغط هيتفك لما نقرا الفصل السادس ونفهم الكائن اللي قدامي ده او الطفل اللي قدامي ده بايه انسب طريقه للمذاكره معاه. حلو جدا يا مروه. يعني انت يا مروه خلاصه لكلامك، انت ممكن تحبي تقولي للام ايه من خلال الفصل بتاعك؟ عايزه توصلي لها رساله، ايه هي الرساله دي؟ عايزه اقول لها ان الطفل اللي قدامك ده نسخه اصليه. تخيلي نفسك كده جايلك عربيه، العربيه دي ملهاش اي تطابق في اي حته تانية، هي العربيه دي مفيش غيرها ومفيش واحده تانية زيها بالظبط. العربيه دي قبل ما تقعدي على الكرسي وتسوقيها هتعملي ايه؟ هتعملي ايه يا مروه؟ يعني هنضر، هاخد كورس واتعلم السواقه عشان خايفه اخدش العربيه. ليه بقى احنا ما بنعملش مع اولادنا كده؟ احنا كمدربات عايزينكم تفهموا الطفل ده كتالوجه ايه، بيمشي ازاي، علشان احافظ عليه وعشان يبقى بني ادم سوي. فانا دوري في الفصل السادس من كتاب 11 خلاصه للام المحتاسه اني افهمك كتالوج ابنك في الحته دي، واساعدك تأدي دورك، لان الام ليها ادوار متعدده، بتطبخ، بتغسل، بتوصل الولاد، بتساعدهم وتمرضهم، فليها ادوار متعدده. فدورك في الجزء بتاع المذاكره ام معلمه، دورك هنا انا هساعدك فيه انك تفهمي كتالوج الطفل في الجزئيه دي. يا مروه ان فصلك هيبقى من يعني ممتع جدا بالنسبه للامهات، وهيفيدهم جدا، وهيبقى فيه نصايح في الجون، لان فعلا المذاكره بالنسبه لنا عامل ضغط كبير جدا. الامهات والمعلمات. صحيح، والمعلمات. بنشكرك جدا يا مروه، سعداء جدا انك كاتبه الفصل ده، ان انا حاسه انه كل ام وكل معلمه محتاجاه عشان تفهم هذا الكائن الصغير. شكرا يا مروه، مستمتعين جدا معاكي وجزاكم الله خيرا.